شلونكم؟ شكو ماكو؟ ان شاء الله الكل بخير وبصحة تمام، وكل عام وانتم بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. حلقة اليوم من طرد أحمر راح تكون عن الآيفونات اللي أشوفها من وجهة نظري ما تستحق الشراء، وهذا الكلام بتاريخ تصوير هذا الفيديو. طبعا اختياري لهذا التوقيت بالذات هو متعمد لأنه ما صار كم يوم من انتهى مؤتمر WWDC الخاص بشركة أبل، واللي أعلنت به عن الاي او اس 18 النظام القادم اللي راح يجي بالخريف القادم، وبالتأكيد اكو لائحة من الايفونات هي اللي راح يشملها التحديثات، فهذا وقت مناسب انه نسولف عن الايفونات اللي ما تستحق الشراء. طبعا قبل لا نبدي عندي شيء مهم بخصوص فيديوهات الطرد الأحمر. هذه الفيديوهات أنا ما أخاطب بيها الأشخاص اللي عندهم الجهاز اللي انطيته طرد أحمر، وإنما أخاطب به الأشخاص اللي ناويين يشترون جهاز أنا دا أنطي الطرد الأحمر. لأنه ببساطة إذا أنت عندك الجهاز ودا تستخدمه ودا تشوفه طبيعي، فهذا فشي تابع لك، وأكيد أنت لك مطلق الحرية وأنت أدرى باستخدامك لجهازك. ولكن أنا كلامي في سلسلة طرد أحمر، مو بس هذا الفيديو، أي فيديو يكون خاص بطرد أحمر كلامي يكون مخصوص للأشخاص اللي ناويين يشترون هذه الأجهزة. واليوم راح نسولف بالتأكيد عن الآيفونات. نروح هسه لآيفون أبد ما كنت متوقع أنه أنا بنفسي راح أنطيه طرد أحمر، لأنه ما صار لي تقريبا أكثر من سنة بشوية وقلت عليه أنه هذا آيفون مظلوم جدا، وهو الآيفون 12. الآيفون 12 في وقتها لما سويت هذا الفيديو أنه هذا آيفون مظلوم جدا، هو كان طبعا أكيد مو أحدث آيفون موجود بالسوق، بس بنفس الوقت كان يغطي مكانه واللي هي مكانة الأجهزة المتوسطة العليا اللي ممكن تنطيك أداء بشكل عام وأداء ألعاب مقارب لأجهزة الفلاج شيب. بذيك الفترة لما سويت هذا الفيديو قبل تقريبا أكثر من سنة، كانت الأجهزة المتوسطة العليا بعالم الأندرويد مو ذيك الأجهزة اللي ممكن أنصح بها لما شخص يقول لي أريد فد شيء خاص للألعاب، شاشته حلوة ونظامه سلس. لا، كانت الوضعية تختلف. فبالتالي الآيفون 12 اللي هو ما كان الأحدث كان يعتبر خيار مثالي، لأنه حتى بحالة المستخدم أتذكر كان سعره 500 ألف 600 ألف، واللي هو سعر ممتاز قياسا بجهاز بذيك الوقت بذاك الوقت كان يعتبر مثالي من ناحية شنو؟ شاشة أولد، أداء ممتاز، الألعاب تشتغل بسلاسة، بالإضافة إلى أنه هي التجربة بشكل عام تجربة الاي او اس كانت لا مثيل لها بهذا السعر. أتكلم طبعا عن الآيفون 12 بالتحديد. فشي غريب من عندي أنه أنا بعد مدة خلينا نقول أقل السنتين انطيت طرد أحمر لهذا الآيفون، ولكن السبب واضح جدا. أولا هذا الآيفون هو ما يعتبر حاليا منافس من ناحية الأداء في ظل وجود أجهزة ضمن الفئة المتوسطة العليا تعتبر أجهزة مميزة. لو تلاحظون خلال مدة سنة ونص سنة تقريبا هواية أجهزة ضمن الفئة المتوسطة العليا اجتي بأداء رهيب من ناحية الأندرويد. عندنا معالجات سناب دراجون، عندنا معالجات الدايمنسيتي تنطي أداء خلينا نقول مقارب بشكل كبير لأجهزة الفلاج شيب، وأسعارها حتى أرخص من الآيفون 12. فنقدر نقول خلال مدة سنة التطور اللي صار بأجهزة الأندرويد هو اللي خلاني اليوم أنطي للآيفون 12 طرد أحمر، في حين هو جهاز للي دي يقتنوه هسه حاليا واللي دي يستخدموه متأكد راح تكون ردة فعلهم لا أنت شلون تعطي للآيفون 12 طرد أحمر، هيانا دا نستخدمه والأمور كلها تمام، وهذا كلام واقعي. ولكن أرجع وأقول هذا الطرد الأحمر كنصيحة للأشخاص اللي ناويين يشترون الآيفون 12، لأنه ما عاد يمثل قيمة مقابل السعر في ظل وجود آيفونات وأجهزة خلينا نقول أفضل بكثير كقيمة مقابل السعر. ومن قلت آيفونات لأنه صراحة حتى الآيفون 13 برو، الآيفون 13 صار سعره هسه مناسب، فبالتأكيد راح يكونون خيار أفضل من الآيفون 12. فللأسف راح أنطي طرد أحمر الآيفون 12 اللي كانت له معزة خاصة على قلبي. وهسه نجي للآيفونات اللي راح تتلقى الاي او اس 18، بس هذا آخر شيء بعد ما راح تتلقى تحديثات في المستقبل، واللي هو الايفون اكس ار، الايفون اكس اس، والايفون اكس اس ماكس. احنا من نجي نفكر كاستثمار، انت من تريد تشتري مثل هيك اجهزه لازم تفكر انه انت كايفون تريد فد شيء يمشيك اكثر من سنتين، صح لو لا؟ هذني الاجهزه بكل صراحه هي اجهزه من تجي هسه تستخدمها راح تلاقيها اجهزه ممتازه، خصوصا اذا يعني تشترون
بحالة المستخدم وتكون البطارية يعني زينة، مو كلش نازلة، مو فتشي جو الثمانينات. ولكن أنا راح أتكلم بطريقة، وهي أنه أنت من تريد تشتري آيفون فأنت بالتأكيد تفكر باستثمار على المدى البعيد، وهذني الأجهزة أنا ما أشوفهن استثمار على المدى البعيد. فأنت اليوم من تريد تروح تشتري مثل هذني الأجهزة برغم أنه أسعارهن راح ينزلن، بس ما راح يكون الاستثمار مناسب بالنسبة لك. تريد تستخدم هاي الأجهزة لمدة سنة وتشمرهن، هذا حديث آخر. هم يبقى موضوع البطارية لازم تفكر به، لأنه أنت من تريد تشتري هذني الأجهزة غالبيتهم موجودات بحالة المستخدم، ماكو جديد، فلازم موضوع البطارية هم تراعي. وبالتأكيد هذني آخر أجهزة راح يحصلن الاي او اس، فيعني التحديث به هواية ميزات وكاستمايزيشن عالي مختلف عن التحديثات السابقة، فأكيد راح يصير هنا استهلاك البطارية وبعض المشاكل بما يخص الأداء. فما يعتبر أن هذين الأجهزة استثمار على المدى البعيد. هم أرجع لنفس النقطة، وهي أنه عالم الأندرويد حاليا كأجهزة بيها أجهزة أكبر من كونها فقط تمشي الحال، وبأسعار أرخص من كل الآيفونات اللي ذكرتها بهذا الفيديو. فلذلك أنا انطيتهم طرد أحمر. يجوز هنا راح تشوفوني أنا متحيز لفئة الأندرويد، بس الموضوع مو هيك. الموضوع أنه فئة الأندرويد الأجهزة المتوسطة والمتوسطة العليا يعني خلال مدة سنة هيك ترى هواية سوت تطور بالموضوع. آخر أجهزة جربتها وشفتوا بالمراجعات صراحة، سواء كانت أجهزة اقتصادية أو متوسطة، ولا عبالك أجهزة أسعارها مناسبة وأدائها من ناحية الألعاب وغيرها وكاميرات يعني أكبر من كونها تمشي الحال. بينما الآيفونات اللي ذكرتها اليوم صراحة تستاهل الطرد الأحمر، لأنها ما تمثل قيمة مقابل السعر، وبنفس الوقت هي أصلا ما تقدم ذاك الأداء اللي هو خلينا نقول أفضل من أجهزة الأندرويد. وأيضا أكو نقطة كلش مهمة، أعرف الكثير من المستخدمين يقول لك أنا ما أريد أندرويد، أنت ليش تنصحني بالأندرويد؟ أنا أريد أشتري آيفون وإمكانيتي ما تسمح. نصيحتي بكل صراحة هو أنه جمع فلوسك وخذ فد شيء فوق الآيفون 13، آيفون 13 الاعتيادي، آيفون 13 برو ماكس وفوق. يعني حتى الايفون 12 برو ماكس يعني اشوفه، يعني هم نرجع لنقطة الاستثمار. انت تريد تستثمر في شيء على المدى البعيد، فاخذ لك في شيء يمشيك فترة طويلة. فهذه نصيحتي بشكل عام، انه من الايفون 13 وطالع هن هاي الاجهزة اللي فعلا تستحق الشراء، اللي جواهن يعني نقدر نقول اكو اختلاف اكيد بوجهات النظر. اكيد طبعا اكتبوا لي بالتعليقات اذا عندكم اي وجهات نظر اخرى، بس هذه نصيحتي من خلال تجربتي. وانا اشوف هذه الاجهزة يعني للأمانة الايفون 12 كلش يعني حسيت بغصة لأنه داخل لي بخانة الطرد الأحمر، لأنه جربت الجهاز وشفته فعلا مظلوم في وقتها. ولكن التطور التقني في عالم الأندرويد هو اللي جبرني أنه أخلي هذا الموبايل بخانة الطرد الأحمر. فالأمور تتغير سنة بعد سنة، فموضوع الاستثمار وتفكر في شيء على المدى البعيد هو شيء كلش مهم، لازم دائما نخليه بنظر الاعتبار. وبالنهاية أتمنى أنه تكون هذه الحلقة اللي هي يمكن الحلقة الرابعة من طرد أحمر، وأكيد مستمر بهذه السلسلة. أتمنى أنه تكون هذه الحلقة عجبتكم. أكو فد شغلة يعني أتمنى أنه تعطوني رأيكم بها. أني صار لي فترة مدى أستخدم النص، يعني مدى أخلي نص ثابت وأجي يعني أقوله بالكاميرا، لا دا أستخدم طريقة الارتجال. ففي بعض الأحيان مرات تخطر ببالي فكرة معينة أقمز عليها وبعدين يلا أرجع للموضوع. فهذه الأمور يعني أنا أريد أخذ راحتي قدام الكاميرا، واريد اسولف لكم بحيث ما اريد فد شيء يخطر ببالي وما اقوله. فانا اريد رايكم بهذا الموضوع، هل دا يعجبكم هذا السياق انه انا دا ارتجل بالكلام، لو تريدون نرجع لموضوع النص حتى اقوم اكتبه بعد حتى يكون بشكل خلينا نقول محترف اكثر. كل ما بالامر انه انا حاب فكره انه اسولف براحتي، يعني هذه الشغله الوحيده اللي خلتني اترك النص، ولانه حتى النص ترى اريح لي يعني فد شيء التزم به والسلام. بينما الارتجال شوية متعب، يخليني يعني أفكر هواية، مرات الفيديو ياخذ وقت طويل. فأتمنى رأيكم تكتبوا لي بالتعليقات، وأكيد طبعا إذا بعدكم مشتركين بالقناة اشتركوا حتى تفوتكم الفيديوهات القادمة. تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال المعرف @9، ونشوفكم إن شاء الله بالفيديو القادم. يا هلا باللي بقى لنهاية الفيديو. أنا ما ندمان لأنه قبل فترة، قبل أكثر من سنة تقريبا، سويت فيديو عن الايفون 12 وقلت انه هذا ايفون مظلوم جدا. ما ندمان على هذا الشيء، ولكن هذا درس الي والكم همينه، وهو انه التقنيه ممكن تتغير بفترات زمنيه قصيره. لو نجي نباوع لو ترجعون هذا الفيديو من حكيت به عن الايفون 12 في وقتها،
قلت بي بأنه هذا الآيفون يعتبر كأداء وكباكج كامل بشكل عام يعتبر مثالي في وقته، ولكن غياب المنافسة هو اللي خلاني أقول هذا الكلام. اليوم مو يعني موضوع أكو منافسة للآيفون 12، لا، وإنما المنافسين اللي نزلوا أجهزة متوسطة عليا بالتحديد اكتسحوا الآيفونات هذه وخلوا الخيار. يعني شلون إذا تريد أنت آيفون رخيص لا تروح له، روح أخذ موبايل أندرويد من الفئة المتوسطة العليا يكفي ويوفي. فهنا صارت هذه المنافسة، بعد ما كنت قبل أقول ممكن تاخذ آيفونات قديمة ويمشيك الحال من ناحية السوفت وير أكثر من الأندرويد. الأمور تتغير، فهذا درس إنه كنا أنه التقنية ممكن تتغير بليلة وضحاها، وممكن آراء كثيرة تتغير. شكرا لكل من كمل الفيديو الأخير، مع السلامة.